السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الثالث الإعدادي، معكم مستر محمود. النهاردة يا شباب هنراجع مع بعض مراجعة هامة جدا على الدرس الأول في الصف الثالث الإعدادي. تمام؟ طيب كنا شرحنا الدرس الأول وشرحنا أفكار كتير عليه. النهاردة بنراجع كده مراجعة بسيطة وبنحل أمثلة سريعة عشان خاطر إيه؟ نراجع على اللي فات. أول سؤال معانا بيقول لك إيه؟ بيقول لك 4 أس إكس في 2 أس إكس ناقص 4 على 16 أس إكس ناقص 2. في المسائل دي يا شباب احنا قلنا عشان خاطر نحل الحل يكون مظبوط نوفر خطوات مع بعض. أول معلومة عنه كنا بنقول إيه؟ أي عدد مربع، أي عدد مربع كامل نقدر نخليه رقم أس رقم عشان يبقى سهل علينا. خلاص كده؟ فأنت عندك الأربعة دي أنت عارف إن هي 2 أس 2، ماشي كده؟ الكل أس مين؟ أس إكس في، طبعا الاتنين دي ما فيهاش أي مشاكل، جاهزة أصلا، 2 أس إكس ناقص الأربعة. ال16 دي إحنا نقدر نخليها 4 أس 2، صح ولا مش صح؟ الكل أس إكس ناقص 2 بتساوي، هنعمل إيه بقى؟ هنضرب الأس اللي جوه في اللي بره. يلا ثبت الأساس، اضرب يلا 2 في إكس ب2 إكس في، دي كده كده جاهزة، 2 أس إكس ناقص الأربعة. تعالى بقى تحت هتثبت الأربعة عادي وتضرب الأس اللي جوه في اللي بره. بنضرب إزاي؟ بنضرب الاتنين دي في الإكس وفي الاتنين، فتبقى 2 في إكس ب2 إكس، 2 في سالب 2 بسالب كام يابا؟ بسالب 4. تمام؟ كمل حل عادي. هنا الأساس زي الأساس، صح؟ هتثبت الأساس، ثبت الاتنين. والمثال مثال إيه؟ مثال ضرب، فبنجمع الأسس 2 إكس وإكس 3 إكس. خلاص كده ناقص كام؟ ناقص 4 عشان مفيش أرقام تاني. انزل لي بقى تحت أنت تقدر تخلي الأربعة دي 2 أس 2، صح ولا مش صح؟ زي ما عملتها في فوق هنا كده في السؤال ده، تقدر تخلي الأربعة 2 أس 2، يبقى 2 أس 2 الكل أس 2 إكس ناقص الأربعة. تمام؟ تمام. كمل يلا. هتلاحظ إن البسط مش فيه مشاكل. أهو 2 أس 3 إكس ناقص الأربعة. تحت بقى هتعمل إيه؟ تحت بقى يابا عندك أس هنا أهو وأس أهو، تضرب ده في الاتنين دول، 2 في 2 إكس و2 في سالب 4. انزل تحت يلا. ادي الاتنين اهي، 2 في 2 اكس ب 4 اكس، 2 في سالب 4 بسالب كام؟ سالب 8. ماذا تلاحظ؟ تلاحظ إن الأساس زي الأساس والمثال قسمة، فبنثبت الأساس. كنا بنقول بنحل ازاي بقى؟ اللي فوق زي ما هو 3 اكس ناقص 4، بنعكس إشارات اللي تحت. هنا موجب 4 اكس فتبقى سالب 4 اكس، هنا سالب 8 فتبقى زائد 8. خلاص كده؟ تساوي، ثبت الأساس تاني. هنا عندك 3 إكس وسالب 4 إكس سالب إكس، ماشي كده؟ سالب 4 زائد 8 تبقى بالآلة زائد 4 أو موجب 4. أنت كده خلاص خلصت. هو بيقول لك حل بقى لما إكس بكام؟ إكس بواحد. خلاص، مش ده كده الإكس بواحد سالب في واحد بسالب واحد زائد الأربعة، يعني كده بتساوي 2 سالب واحد وأربعة 3، اللي هي بكام أصلا؟ اللي هي ب8. وكده أنت خلصت الإيه؟ خلصت المثال بتاعك. كنت ممكن أنت هنا في المثال ده، ركز بقى معايا عشان خاطر نوفر خطوات. دي كده بدل ما كنت تعملها خطوة واحدة كنت ممكن تجيبها كده على طول، يعني الخطوة دي كنا ممكن نوفرها ونبدأ بده على طول. إزاي؟
أولا أنت عارف إن الأربعة ديت 2 أس 2، فأنت بتكتب الاتنين دي وأس 2 ده في دماغك وتضرب الأس ده في الأس اللي فوق ده على طول، فتبقى 2 في إكس ب2 إكس مباشر، ودي كده جاهزة. الأربعة دي برضو بدل ما كنت خليتها 4 أس 2 كنت خليتها 4 عادي زي دي، والأس اللي في دماغك اللي أنت عارفه ده كنت ضربته في ده على طول، فتبقى 2 في إكس ب2 إكس، 2 في سالب 2 ب4. كنت يعني بمعنى أصح كنت وفرت الخطوة دي اللي هي دي، كنت وفرتها. يعني شوف الخطوة الأولى دي كده كلها، دي كده دي كده دي كده، كنا ممكن نوفر الخطوة دي كلها، وده اللي إن شاء الله هنحل بيه بعد كده. خلاص؟ فلازم تبقى أنت فاهم أنت بتعمل إيه. ماشي يا عم؟ اللي بعده. بعد كده تعالى يا عم نحل المثال ده كده، نحله اللهم صل على النبي، نحله على السريع، خطوات على السريع. أول خطوة معانا، وبعد كده نحله بالراحة يعني. التسعة دي أنا عارف إن هي 3، وهنا كده هاكتب أس 3 صح؟ بس أنت عارف إن ده أس والأس هينضرب في الأس. خلاص كده؟ فتبقى 3 في إكس ب3 إكس على طول مباشر. عندك دي جاهزة، في 3 أس إكس ناقص ال4. انزل تحت. ال81 دي اللي هي 9 في 9 اللي أنت عارف إن هي أصلًا 9 أس 2. الأس بقى ده أس 2 أهي، بُص 9 أس 2، ال2 دي بقى هنضربها فين؟ في ده كله، فتبقى 2 في إكس ب2 إكس، 2 في سالب 2 بسالب كام؟ بسالب 4. دي فيها مشاكل؟ الحمد لله لأ. هتعمل إيه بقى يابا؟ عندك فوق الأساس زي الأساس 3 3، خلاص ثبت ال3 واجمع الأسس عشان خاطر ده مثال ضرب أهو، ماشي كده؟ 3 إكس وإكس يبقى 4 إكس، ونزل الرقم زي ما هو ناقص 4. انزل لي بقى تحت. أنت عارف إن التسعة هتنحل زي ما اتحلت فوق كده، هتبقى 3 أس 2 أهي، 3 أس 2 ده كده أس وده برضه أس، فالاتنين هينضربوا في بعض، 2 في 2 إكس ب4 إكس، 2 في سالب 4 بسالب كام؟ سالب 8. هتعمل إيه بقى يا عم؟ أنا كده ده كله لسه أنا شغال في سطر واحد، عشان خاطر أنت في ورقة الامتحان بتاعتك بتكون مشكلتك في إن مفيش مكان تحل فيه، ماشي كده؟ طيب، يعني بيكون المكان ضيق يعني، بس طبعًا في طرق مختصرة زي الطريقة دي. هنا بقى عندك إيه؟ عندك الأساس زي الأساس، والمسألة مسألة قسمة، فبنثبت الأساس. اللي فوق زي ما هو 4x ناقص ال4، اعكس إشارة اللي تحت، دي موجب 4x تبقى سالب 4x، دي ناقص 8 تبقى زائد 8. ماشي كده؟ كم؟ دي 4x ودي سالب 4x أهي، شايفها؟ دي طرت مع مين؟ طرت مع دي. سالب 4 و8 يبقى كام يابا؟ تبقى الأساس هو 3، سالب 4 و8 تبقى كام؟ تبقى 4، وأنت طلعها بالآلة بقى. ماشي كده؟ ده كده الحل بالإيه؟ بالمختصر. ممكن بقى كنا نحلها بالطريقة التانية، نخلي التسعة ديت كده 3 أس 2 الكل أس إكس، في دي ما فيهاش مشاكل، فتبقى 3 أس إكس ناقص الأربعة. تحت ال81 هنخليها 9 أس 2 الكل أس إكس ناقص 2. هنعمل إيه بعد كده؟ نرجع نضرب دول في بعض فتدينا دي اللي هي دي مباشر على طول، نضرب دول في بعض فتدينا دي مباشر على طول. خلاص كده؟ عندك الحلين اللي أنت عايز تحل بيه حل بيه. ماشي يا عم؟ اللي بعده. تعالى بقى نشوف الإيه؟ نشوف برضو الفكرة دي عشان زي الأفكار اللي فاتت، وبعد كده نرجع للمثال اللي قبله ده. أولاً بنفس المنطق، أنت عارف إن الأربعة ديّة ممكن أخلّيها 2 أس 2 صح؟ وهاضرب الأس في الأس، دي إكس فتبقى 2 في إكس ب2 إيه؟ ب2 إكس. في هنا بقى نيجي بقى لحلول مختلفة، واحد عارف إن ال49 ديّة هتبقى 7 أس 2، وواحد تاني فاهم إن ال98 دي أقدر أفكها 2 في 49، فاحل ال49 دي مع ال49 دي، كده دول حلين. خلاص كده؟ يعني ممكن واحد يسيب ال49 دي ما يشتغلهاش، وبعد كده يعمل إيه؟ بعد كده يشتغل ال49 مع 49. خلاص كده؟ طيب تعال الأول نشوف هنعمل إيه. تعال يا عم نحل بالراحة، نحل بالطريقة اللي إحنا اتعودنا عليها.
ال49 دي أنا عارف إن هي 7 أس 2. 7 أس 2 والأس هينضرب في الأس 2 في إكس ب2 إكس ناقص 2. انزل لي تحت. واحد برضو عارف إن ال98 دي 2 في 49 الكل أس كام؟ أس إكس. خلاص كده؟ ماشي؟ هيكمل حل. بص البسط زي ما هو عشان مش فيه مشاكل. 2 أس 2 إكس في 7 أس 2 إكس ناقص 2 على الإكس دي وزعها بقى، وزعها هنا ووزعها فين ووزعها هنا، فتبقى 2 أس إكس في دي بقى 49 فهتخليها 7 أس 2 صح؟ وعندك أس هنا 2 في إكس ب 2 إيه؟ ب 2 إكس على طول مباشر. كمل حل يا عم يلا. بتساوي عندك هنا بقى الأساس زي الأساس فثبت الأساس، اللي فوق زي ما هو اكتبه زي ما هو 2 إكس. اعكس إشارة اللي تحت دي موجبة خليها سالب يبقى سالب إكس في 7 ثبت ال7 اللي فوق زي ما هو 2 إن دي إكس يا ولاد مش إن ماشي دي إكس 2 إكس ناقص 2 اعكس اللي تحت. اللي تحت هنا موجب 2 إكس فخليها سالب 2 إكس. كمل يا عم يلا. ثبت الأساس 2 إكس ناقص إكس يديني إكس 1 في تلاحظ إيه بقى؟ هتلاحظ إن دي موجب 2 إكس ودي سالب 2 إكس طاروا مع بعض يتبقى لك الكلام ده 7 أس سالب 2 ماشي كده؟ لو سبتها كده حلك غلط ليه؟ عشان خاطر أنت عارف إن ما ينفعش يكون عندك أس بالسالب فبنعمل إيه؟ والله دي أصلها على 1 ثبت بس الاتنين أس إكس عشان مش فيها مشاكل في ال7 دي أصلا بدلها شقلب خلي اللي فوق تحت واللي تحت فوق 1 على 7 أس 2 دي برضه أصلها على كام؟ على 1. اضرب يا عم يلا البسط في البسط والمقام في المقام. 1 في الكلام ده بالكلام ده يبقى 2 أس إكس. 1 في 7 أس 2 تبقى 7 أس كام؟ أس 2. خلاص كده يا عم؟ دي فيها مشاكل؟ الحمد لله مش فيها مشاكل. كان ممكن يقول لك حل وبعد ما تحل عوض عن الإكس مثلا ب4 أو عن الإكس مثلا ب8 فبتشيل الإكس دي تحط مكانها 8 أو 4 وبالآلة بس. تعال نشوف اللي بعد ده. ركز بقى معايا هنا. ده أفكار سهلة جدا وأفكار يعني ممتعة. لحظة كده. تعالى هنا. بص يا عم هو هنا بيقول لك إذا كان 2 أس إكس بتساوي كام؟ 7 فإن كذا. والله حل كذا يا عم. اشتغل دي. أنت عارف إن ال8 أس إكس ديت ممكن أخلي ال8 2 أس 3 الكل أس إن صح ولا مش صح؟ صح. أنت برضو عارف إن إحنا ممكن نبدل الاتنين دول مع بعض. طب اشمعنى نبدلهم مع بعض؟ عشان خاطر أنت عندك هنا 2 أس إكس ماشي برضو عامل دي إن دي إكس يا عم. عشان انت عارف ان هنا عندك 2 اس اكس فانا من مصلحتي ان انا ابدل ال3 مع الاكس عشان يظهر لي مين؟ يظهر لي ال7 اللي هي 2 اس اكس. فبدل كده يا عم هتبقى 2 اس اكس الكل اس كام؟ اس 3. ملاحظ ايه بقى؟ ملاحظ ان ده هو مين؟ هو ده خلاص شيله وحط قيمته اللي هي كام اصلا؟ ب7 تبقى 7 اس كام؟ 7 اس 3 يا عم. بس خلاص خلصت بالآلة بقى انت وطلع الناتج بتاعك. ماشي كده؟ هنشوف اللي بعدها. والله برضه هنا هو بيقول لك 3 أس إن ب2 ماشي. عايز كذا زائد كذا. والله اشتغل كذا زائد كذا. التسعة أنت عارف إن التسعة إن هي 3 أس 2 3 أس 2 الكل أس إن صح كده؟ زائد أنت برضه عارف ال27 3 أس 3 الكل أس مين؟ أس إن. بنفس المنطق اللي عملناه هنا. انت عندك هنا 3 اس ان بس دي 3 اس 3 او 3 اس 2. ما انت برضو يا عم الحاج تقدر تبدل الاثنين دول مع بعض عشان يظهر لك اللي انت عايزه.
لما تبدلهم مع بعض فتبقى 3 أس إن الكل أس 2 زائد 3 أس إن الكل أس 3. خلاص كده؟ هتلاحظ إيه بقى؟ أنت ملاحظ إن دي 3 أس إن واللي فوق دي برضه 3 أس إن، فاشيلها وحط قيمتها اللي هي بكام؟ ب2، فتبقى 2 الكل أس 2 زائد كذلك الأمر هنا دي ب2، آدي 2 أهي الكل أس كام؟ الكل أس 3. كمل حل، 2 أس 2 ب4 زائد 2 أس 3 ب8 يبقى بكام كده؟ ب12. تعالى برضه نفس الفكرة على اللي تحت. 5 أس إن بتساوي 3، فإن قيمة كذا زائد كذا، والله اشتغل كذا زائد كذا يا عم. ال 25 5 أس 2 الكل أس مين؟ أس إن زائد ال 125 أنت عارف إن هي 5 أس 3 الكل أس كام؟ أس إن. برضه بنفس المنطق، هنا عندك 5 أس إن بس دي مش 5 أس إن، دي 5 أس 3 و5 أس 2، فممكن برضه تبدل دول بنفس المنطق. خلاص كده؟ بدل يا عم يلا، فهتبقى 5 أس إن الكل أس 2 زائد 5 أس إن الكل أس 3 بتساوي، عوض يا عم يلا، 5 أس إن بكام؟ ب3 زائد طبعا كل أس كام؟ الكل أس 2. 5 أس إن دي إن أهي، 5 أس إن برضه بكام؟ ب3 الكل أس كام؟ الكل أس 3. طبعا اعمل دي بالآلة، 3 أس 2 ب9 زائد 3 أس 3 ب27، تطلع معاك كام؟ تطلع معاك 36. دي فيها مشاكل؟ إن شاء الله مش فيها مشاكل. تعال نشوف اللي بعده. اللي بعده برضه بنفس المنطق. أنت عندك 2 أس إكس ب5، اشتغل ده يا عم، هات له قيمة ده. ماشي. الأربعة خليها 2 أس 2 الكل أس إكس زائد التمانية 2 أس 3 الكل أس إكس. ماشي كده؟ أنت عندك هنا 2 أس إكس، دي كده 2 أس إكس، إنما دي 2 أس 2 و2 أس 3. خلاص بدل دول مع بعض يا عم، بدل دول مع بعض، هتبقى 2 أس إكس الكل أس 2 زائد 2 أس إكس الكل أس كام؟ الكل أس 3. آدي أهو 2 أس إكس بكام؟ ب5 زائد 2 أس إكس بكام؟ برضه ب5 الكل أس كام؟ أس 3. ماشي كده؟ 5 تربيع ب25 زائد 5 تكعيب ب125، هتلاقيها كام؟ 150 يا عم، وهو المطلوب إثباته. ها في حاجة تاني؟ مفيش حاجة تانية يا عم. ودي كده كانت مراجعة بسيطة جدا على الدرس الأول. أتمنى تكون استفدت. ربنا يكرمكم إن شاء الله. آه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.